بالفترة الأخيرة صار عندنا ترندات من محلات شاورما وكلها تقول القص مالتنا لحم عراقي وكلها تحلف، بحيث حتى اللي يبيع اللفة ب1500 قام يقول اللحم مالتي عراقي وجاي يربح خير من الله، وهالشيء مستحيل يصرف لأن اللحم مالتنا اللحم العراقي يصير غالي، يعني على الشاورما بسعر رخيص ما تقدر، ما خسارة هذا. إذا تجوا السيدة راح تقول له شنو اللي يثبت لي إن اللحم مالتك عراقي ومستورد؟ راح يقول لك شوف الشيش مالتي اللحماية حمراء، هذا يعني دليل على إنه عراقي. تجي وغيره راح تسأله شنو اللي يثبت لي الشيش مالتك او اللحم مالتك لحم عراقي؟ راح يقول لك شوف اللحمايه شقره لان هذا معناه اللحم مالتي عراقي. وهالشيء مو صحيح لان حتى المستورد راح تجي بشركات تجي لحمايه حمراء وشركات تجي اللحم مالته اشقر، وغير واحد هم راح يسأله راح يقول له شنو اللي يثبت لي انه اللحم مالتك عراقي ومستورد؟ راح يقول لك مو اني لين عراقي اخلي بيه بهارات خفيفه وما اخلي ليمون وما اخلي خال وهاي. وهذا الشيء هم مو فد دليل يعني، لان بقى كل شيف او كل مطعم وله تتبيلته الخاصه ورأيه هو، مثلا انا احبه بخال، احبه بليمون، احبه بس بهارات، وبقى هذا رأيه. هسه انت راح تجي تسالني تقول لي زين يا شيف انا شلون اميز اللحم العراقي من اللحم المستورد؟ راح اقول لك انت مستحيل راح تقدر تميزه لان ماكو فد علامه اعطيك اياها انت بحيث راح تعرف تفرق اللحم العراقي من اللحم المستورد. يبقى فقط اصحاب الاختصاص، يعني لو احنا الناس اللي عندنا خبره بهالمجال نقدر نميز هذا اللحم عراقي او لحم مستورد. زين يا شيف احنا بهالحاله شو راح ناكل اذا خربطتها علينا؟ انا برايي اكلوا الشيء اللي تحبوه، اكلوا الطعم اللي يعجبكم، اكلوا الشاورما اللي تشوفوها مثلا مكان نظيف، لحم نظيف، طعمه طيب، هذا اكلوه. لان سواء حتى اذا كان مثلا عراقي او مستورد ما بي مثلا لا مشاكل صحيه ولا مشاكل شرعيه، اثنيناتهم حلال. اما من الناحيه الصحيه هو يعني ما بي مشكله صحيه، هو مفحوص واطباء، وبالعكس هناك اعلاف درجه اولى يطوا وعليه اشراف من اطباء بيطريه، يعني ما بي مشكله. تحياتي.